أكبر كدبة في العلاقات إنك تفضل تحب نفس النسخة من الشخص طول العمر. في راجل فضل متجوز حوالي 60 سنة، ولما سألوه عن سر نجاح جوازه قال حاجة صدمتني. إيه سر إنك تحب نفس الست طول العمر ده؟ كنت متوقع إنه هيقول حاجات زي التفاهم، الاحترام، الصبر، الحاجات اللي كلنا متعودين عليها وكلنا بنقولها. لكن الحقيقة قال حاجة غريبة جدا. قال أنا ما حبيتش نفس الست طول عمري. ودي أول حاجة استغربت منها. قال الست اللي اتجوزتها وهي عندها 22 سنة مش هي نفس الست اللي بقت وبقى عندها 30 سنة، ومش هي نفس الست اللي مرت بأزمات وخسرت حاجات وهي عندها 40 سنة، ومش هي برضو نفس الست اللي بقى عندها 60 سنة. كل مرحلة كانت إنسانة مختلفة، احتياجات مختلفة، أحلام مختلفة، مخاوف مختلفة، مشاعر مختلفة. وقال جملة عمري ما نسيتها. قال كل ما كانت بتتغير كان قدامي حل من الاتنين أو اختيار من اتنين: يا إما اشتكي إنها ما بقتش زي الأول وابدأ ألومها وأحاول أبعد عنها، يا إما أتعرف عليها من جديد. ودي أكبر غلطة ناس كتير بتقع فيها. يقعوا في الحب مرة واحدة وبعدين يبطلوا يلاحظوا، يبطلوا يسألوا، يبطلوا يتعلموا الشخص اللي قدامهم. الحب مش إنك تكتشف شخص مرة واحدة وبعد كده خلاص. الحب الحقيقي إنك تفضل تكتشفه طول العمر. والكلام ده طبعا بينطبق على الراجل أو على الست، لأن الإنسان بيتغير. ولو فضلت تتعامل مع نسخته القديمة هتحس في يوم من الأيام إن الشخص اللي قدامك بقى غريب عنك، مش عشان هو اتغير، بس عشان انت بطلت تتعرف على النسخة الجديدة بتاعته. الحب مش بيعيش بسبب المشاعر بس، الحب بيعيش لما تفضل فضولي اتجاه الشخص اللي قدامك وتحاول تتعرف على نسخته الجديدة كل فترة. يمكن المشكلة مش إن الحب مات، يمكن المشكلة إننا بطلنا نتعرف على بعض.